السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلسلة من التعادلات عاد نادي ريال مدريد إلى سكة الانتصارات، وهذا الانتصار جاء على حساب إسبانيول برشلونة وفاز عليه بنتيجة بلغت 3 أهداف ل1. وكان نادي إسبانيول برشلونة هو السباق إلى التسجيل، لكن تمكن جونيور فينيسيوس من تسجيل هدف التعادل، وهذا الهدف أعطى شحنة كبيرة لنادي ريال مدريد من أجل العودة في المباراة. وتأتى له ذلك عندما تمكن البرازيلي إيدير ميليتاو من تسجيل الهدف الثاني، وختم مهرجان الأهداف لنادي ريال مدريد اللاعب أسينسيو بهدف رائع. وبالتالي حقق نادي ريال مدريد انتصارا مهما سيجعله مستعدا للمباراة المهمة التي ستجمعه مع نادي ليفربول الإنجليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.